مش ممكن يا ايوب الكعبي، يخرب بيت الجنون والله. لا 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 لا، ايوب الكعبي بيقول لك ان افضل هدف في البطوله هيكون واحد من اهدافي بلا منازع. فبعد ما سجل هدف من مقصيه خرافيه في مباراه الافتتاح، قرر يعملها تاني قدام زامبيا النهارده بعد مرور اسبوع واحد بس على الهدف الاول. والله مجنون يا جماعه، مش ممكن. اداء منتخب المغرب النهارده بيقول لك لو انت بتشجع اي منتخب في البطوله ما تحلمش بالبطوله عشان دي بتاعتنا. هتلاقيها من ايوب الكعبي اللي بيجيب اهداف خرافيه في نص متر حرفيا، ولا من ابراهيم دياز اللي عامل افضل اداء فردي في البطوله حتى الان، ولا من عوده الاسد الكبير اشرف حكيمي اللي كانت عودته النهارده تسببت في زلزال في انحاء المغرب كلها. لا 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 لا، انا من دلوقتي بقول لك منتخب المغرب هو المرشح الاول بالنسبه لي. فانت قول لي بقى في الكومنتات انت متخيل مين اللي يفوز بالبطوله. وما تنساش طبعا لو عايز تسمع البطوله وتتابع الاخبار اول باول، الاشعارات قبل وبعد كل مباراه هتلاقي على تطبيق الكرة اللي موجود في اللينك اللي في البايو.